السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه قررت أوقف تنزيل فيديوهات الشورتس؟ السبب الأول قلة المشاهدات. أنزل فيديو جايب مثلا 2000 مشاهدة، والمشكلة إن الفيديوهات دي ما بتظهرش. فيديوهات الشورتس على 2000 مشاهدة ما بيظهروش. أقل فيديو عشان يظهر 20-30 ألف مشاهد، وده اللي يخليني أبطل تنزيل فيديوهات الشورتس. السبب التاني قلة الأرباح، رغم إن أنا مش حققت الشروط، ولكن ده اللي خلاني أبطل أنزل فيديوهات القصيرة. الأرباح لما تيجي تنزل فيديو جاب 1000 مشاهدة يجيب لك 0.1 دولار، 0.2 دولار. ده مش طلب عدل خالص يعني. تالت سبب معانا المشتركين مش بيتفاعلوا معايا. أنا مثلا نزلت فيديوهات شورتس، جايب مثلا فيديو جايب مشترك 2 3 4، مش بيتفاعلوا معايا، ولا الجمهور اللي عملوا إعجاب على الفيديوهات الشورتس. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. مش بيتفاعلوا معايا لا في فيديوهات الشورتس ولا حتى في الفيديوهات الطويلة. رابع سبب معانا توقف المشاهدات. انزل فيديو يجيب 2300 مشاهدة مثلا، بعد 24 ساعة او بعد 48 ساعة يتوقف ومش هيظهر تاني. ايوه زي ما انا بقولك كده، مش هتظهر تاني على اليوتيوب. حتى لو فيديوهاتك 1-2 مليون مشاهدة، عمرها ما هتظهر خالص. وليه اتجهت للفيديوهات الطويلة؟ اول حاجة الجمهور هيهتم بفيديوهاتي الطويلة بالتزام. الايجابية التانية الارباح العالية. الفيديوهات الطويلة بتجيب لك ارباح عالية جدا، يعني في ال1000 مشاهدة تجيب لك مثلا 20 دولار وانت مرتاح، على حسب محتواك انت. لو جابت 500 ألف مشاهدة هتجيب أكتر من 500 و700 ألف دولار عادي، برضو على حسب محتواك. تالت إيجابية المشاهدات هتبقى حية وهتزيد على مدار السنين كلها. ده الموضوع اللي خلاني أوقف فيديوهات الشورتس وأروح للفيديوهات الطويلة. وصلوا على النبي.